أنا نورة، عندي 34 سنة. نورة اللي درت ثقة في راجلها وفي صاحبتها وبقاتهم في فراش واحد. درت ثقة في صاحبتي اللي كثر من اختي، اللي كنت كنحسبها جزء مني. صاحبتي اللي غدراتني ونسات العشرة ديالنا والأخوة، ونسات الملحة والطعام اللي شاركت أنا وياها. غنبدا لكم خوتي قصتي اليوم، وبغيت الناس كامل ياخذوا من العبرة وما تبقاوش ديروا الثقة في اللي كان، وخصوصا الصحابات. كنظن انايا عمر شي صاحبه ما تبغي لك الخير واخا تحس بها اكثر من اختك. صاحبتي انا اللي كنت كنحسبها اكثر من اختي، اللي كنت كنعاود ليها اسراري، وكنت لا بغيت ندير شي حاجه كنشاورها هي الاولى. غنقربكم شويه من حياتي الشخصيه. انا بنت مغربيه بحالي بحال اي بنت، عشت الطفوله الحمد لله بخير وعلى خير. حنا كنا ساكنين مدينه جديده، الاب ديالي موظف والام ديالي ربات بيت. حنا 5 الخواتات وجوج خوت، وانا هي الوسطانيه في خوتي. انا كنت كنقرا مزيان وكنجتهد، والحلم ديالي انني نكون مضيفه ديال الطياره. هاد صاحبتي سوسن تلاقيت انا وياها في الباك، قرينا الباك بجوج بينا وتصاحبت معها. العلاقه ديالنا كانت زوينه بزاف، كنت كنسافر انا وياها ونخرج انا وياها، وفيما مشيت كنديها معايا. كما قلت لكم شديت الباك موسيو، والحلم ديالي اللي كان راسخ ليا في الذهن ديالي هو انني نكون مضيفه ديال الطياره. بغيت نجول العالم كامل، بغيت نطير فوق السحاب. هذا هو حلمي من الصغر ديالي. كان بابا كيسولني انا وخوتي وهو كيقول لي شنو بغيتي تكوني، كنقول لي بغيت نكون مضيفه ديال الطياره ونطير في السحاب. كان ديما كيضحك معايا بابا وكيقول لي قراي واجتهدي، تيقول لي راه حتى شي حاجه ما صعيبه. بقيت كنقرا وكنجتهد، وفعلا ربي حقق لي هذا الحلم اللي كنت كنتمناه. قريت على مضيفه ديال الطياره ودفعت الحمد لله وقبلوني خطوط الملكيه. كنت طايره بالفرحه، كنت فرحانه بزاف. وحتى صاحبتي سوسن كانت فرحانه معايا، ودرنا واحد الحفله كبيره وتجمعوا كاع العائله. كلشي فرحه لي، العائله وخوتي والاب ديالي والديا كيفتخروا بيا قدام العائله والجيران. بديت الخدمه ديالي. في الاول جاتني قاصحه شويه، من بعد الحمد لله تعودت، ولات كتجيني عاديه. وكل مره الحمد لله فين كنمشيو ما خليت حتى شي دوله ما مشيتش ليها. وهاد صاحبتي اللي بحال اختي فاش كنكون جالسه كنبقى نخرج انا وياها، ولا كنت شاده كونجي كنسافر انا وياها، ما كنتفارقوش. كنعاود لها كاع على اسراري. خدمت مده 3 سنين، وهنا غنتلاقى انا والزوج ديالي فواحد الطياره. الزوج ديالي اللي كان رجل اعمال ولا باس عليه. هذيك المره كان عقل جاي من فرنسا للمغرب، وتلاقيت انا وياه. هضر معايا وقال لي انا باغيك للزواج، شتك ظريفه وعجبتيني. بقينا كنهضروا لمده عام حتى تعرفنا على بعضياتنا مزيان، وقال لي باغي نجي نخطبكم من داركم. وفعلا وجا خطبني من دارنا، وما دازتش لمده طويله وتزوجنا الحمد لله. استقريت انا والزوج ديالي في ايطاليا بحكم ان الخدمه ديالو الشركه ديالو كاينه تما. هو رجل اعمال، حتى هو ما كيخلي حتى شي بلاصه، كيسافر بزاف. وانا كذلك، راكم عارفين الخدمه ديالي خدمه متعبه بزاف وصعيبه، ولكن الزوج ديالي كان متفاهم وما بغاش يحرمني من الخدمه ديالي بحكم انه هو ميسور الحال. كان كيقول لي الا بغيتي تجلسي مرحبا من اليوم جلسي، ولكن الا بغيتي تبقاي خدامه بقاي خدامه. قلت لي انا الامنيه ديالي هو نبقى خدامه. راك عاودت لك شحال ضربت تماره باش وصلت لهاد الخدمه هذه. صافي كان متفاهم الوضع ديالي. الزوج ديالي كان كبير عليا في العمر، كان فايتني ديك 27 سنه، ولكن ما كانش عندي المشكل. الصراحه كنا عايشين السعاده. كان كيبغيني وكنت كنحماق عليه حتى انايا. كنا فاش كنشدو شي كونجي كنطلعوا للمغرب، كنمشيو ما كنخليو حتى شي مدينه. ما خلينا مراكش، اكادير، اي مدينه في المغرب مشينا ليها. وهاد صاحبتي كنت فين ما كنمشي كنديها معايا، كاع المدن ديال المغرب ساريته معايا. كنت حاس بها اكثر من اختي. وفاش كنمشي للمغرب ضروري خاصني نطلع لها شي حاجه، يعني كادو، وكنت حتى من الفلوس كنعطيهم ليها. واحد المره قالت لي عافاك شوفي كديري وديني معاك لبرا، انا باغا نقض حياتي ونقض حتى والديا اللي ما كانوش مساكن في حالهم، كانوا ناس على قد الحال. بقيت كنفكر مزيان وقلت لراجلي، قال لي انا غنصايب ليها يعني الوراق باش تجي تخدم معايا بحكم هي شاده غير الباك، ما عندها حتى شي دبلوم. قال لي نديروا هاد الحجه باش نطلعوا على الوريقات ديالها وندخلها معايا الشركه تخدم معايا. فعلا مشيت وبقيت كنجري معاها ونصايب معاها الوراق حتى طلعنا لها الوريقات وجناها لايطاليا. بقات خدامه مع راجلي في الشركه، كانت سيكريتيره ديالو. قالت لي انا ما نبغيش نبرزتكم، خاصني نمشي نكري بوحدي شي دويره على قد الحال. قلت لي علاش انا كاينه هنا وانتي تكري؟ هاد الدار قدا قد الخلا فيلا كبيره يجروا فيها الخيل،
عودي خدمه ورجعي للدار، بحكم انا ما كنعمرش الدار بزاف، راكم عارفين الخدمه ديالي صعيبه بزاف. ايوا خوتي، هنا فين غتبدل حياتي، فاش دخلت صاحبتي لداري ودخلتها لحياتي ديال بصح، غتخرج لي على زواجي وعلى المستقبل ديالي. دوزت انا والزوج ديالي واكتشفت راسي راني حامله. الحمد لله الحماله ديالي دازت بخير وعلى خير، وولدت وليد. فاش ولدت وليد اضطريت نجلس هذيك الايام، بقيت جالسه لمده تقريبا شي عام، وكندفع الخدمه ديالي شهاده طبيه، لحقاش كنت مرضت واحد المرضى خايبه مور الولاده. جاتني واحد بحال ميكروب في النبوله وداس عليا ديال بصح. كانت هذيك صاحبتي هي اللي هزاني، زعما كترجع من الخدمه وكتقابلني، بحكم ان الغربه وكل شيء بعيد عليك، كتقابلني وكتقابل حتى ولدي، يعني حاطه عليها الراس وهي حاطه عليا الراس. صافي الحمد لله حالتي تحسنت ووليت بخير وعلى خير. غادي نقرر نرجع للخدمه ديالي. فعلا رجعت للخدمه ديالي، وولدي جد لي واحد المربيه مقابله في الدار. كملت العمل ديالي كيف موالفه، وليت كنسافر. راكم عارفين الخدمه ديالي كاين بعض المرات ما كنرجعش على سيمانه 15 يوم على حساب انا فين خدامه. ولدي غادي وكيكبر، دازت لمده عامين، ولدي دار عامين. وصاحبتي كيف العاده كتخدم، كتجي للدار كنلقاها جامعه الدار مطيبه لينا الماكله، يعني راده البال الدار. عمري ما شكيت فيها انها تقدر واحد النهار تغدرني. واحد المره في العشيه كان راجلي وهي ما خدامينش، يعني كانوا شادين بجوج بيم كونجي، جالسين في الدار وانا كانت عندي الخدمه، يعني خاصني نمشي نسافر. كانت عندي هذيك الساعه رحله من فرنسا للمغرب. هذيك النهار وانا غاده وخليت راجلي وصاحبتي في الدار ومعهم حتى ولدي، ومن زاري ان هذيك الرحله تلغات. هما يسحبوني انني مشيت للمغرب، ولكن ربي بغى يحصلهم. رجعت للدار غنحصل راجلي وصاحبتي بواحد الوضع اللي صعيب على اي واحد يشوفه، انهم بحال الراجل ومراته في بيت الناس، بحكم ان بيت الناس عندي على الجرده ويعني كله زاج. ربي بحال حسسني بشي حاجه. فاش بغا نحل باب الساروت سمعت الهضره في بيت الناس ديالي، مشيت وكنطل من الشرجم. كنتفاجئ بهذاك المنظر اللي ما كنتمنى لحتى شي واحد. ديك الساعه شديت غير راسي وبقيت كنبكي ما عرفت ما ندير. ما صافي الدنيا دارت بيا، صافي خليتهم حتى سالوا على خاطرهم ودخلت من الباب وانا نشوف فيه وقلت له هذا وجهدك عليا. فاش شافوني بجوج بيهم تصدموا وما بقاو فاهمين حتى شي حاجه. راجلي ولا كيطيح لي على رجلي وكيقول لي تسنايني غير نشرح لك. قلت لي ما تشرح لي ما حتى شي حاجه. هذيك الساعه جمعت حوايجي وهزيت ولدي ومشيت للوطيل. شديت الوطيل وديك الليله ما نعست ما شفتو، بيتا كنبكي الليل كامل. بقى فيا الحال واحد الدرجه ما تصوروش. انا صاحبتي كتر من اختي، تصوروا حوايجي كتلبسهم، تصوروا ان راجلي انا ما كان بيت في الخدمه ولا مسافر، كنعس انا وياه في نفس الفراش. تصوروا انني كنعاود ليها كل شيء، اي حاجه درت انا وراجلي، اي حاجه يعني باغي نديرها، اي طموح باغا نوصل ليه كنقولوا ليها. ولكن هي ما دارش بحق هادشي كامل، غدراتني ومعامل مع الزوج ديالي. صافي بقيت كنفكر الليل كامل. صافي عيطت للام ديالي وقلت لها كل شيء، بحكم ان الام ديالي ديما كانت كتحذرني منها، كتقول لي ديك صاحبتك ما صافياش. انا كنخاف عليك منها، كنت كنقول غير الام مسكينه خايفه عليا، ولكن الام ديالي ديما كان معها الحق. صافي ماما بقات كتبكي وخوتي كلشي مصدومين. الاب ديالي قال لي صافي جمعي حوايجك واجي حتى نديرو شي حل. صافي ما بغيتش نمشي للمغرب، وراكم عارفين العائله والهضره ديال الناس. بقيت جالسه في الوطن لمده شهر وانا كنفكر، حتى الخدمه ديالي سمحت فيها. الحمد لله انني جامعه شويه الفلوس، مشيت واستقريت في فرنسا ودفعت الطلاق ديالي. حاليا انا كنطلق وهي مازال معاه. كنتمنى هاد القصه تاخذوا منها العبره وما تبقاوش ديروا الثقه بزاف في الناس، لحقاش ماشي كلشي بحال نفوسكم. انا تصدمت صدمه ديال العمر، واخا راجلي ما خلى ما دار باش نسمح لي، ولكن ما نقدرش نسمح ليه وما نقدرش نسمح ليها. انا حاليا راني دافعه الطلاق ومستقره في فرنسا انا وولدي. الحمد لله عايشه بخير وما خاصني حتى شي خير، ولكن اللي بقى فيا هو داك الشمته وديك الخيانه اللي خانوني بجوج بيهم. كنتمنى هاد القصه تاخذوا منها العبره وتنفع بزاف الناس. شكرا لكم مسبقا وخليتكم على خير.